ليش صارت حرب السودان؟ اللي عملوها هن الامريكان. عملوها لحتى يوقفوا انتاج الذهب بالسودان، اللي اعتبروا فيه الامريكان انه هذا الذهب هو اللي عم ينقذ الاقتصاد الروسي وعم يمنعه من الانهيار بفعل حرب اوكرانيا. لانه كانت فاغنر هي المشرفه على هيك، وكان هذا الذهب عمال يروح بشكل اساسي لروسيا. نعم. فبما انه منهار الاقتصاد الروسي بالحرب الاوكرانيه، فقرروا لوقف الذهب عملوا حرب السودان الامريكان لهذا السبب. اذا بتشوفي مثلا اذا انه شو المطالب السياسيه اللي سبب هذا الحرب بالسودان؟ ولا شيء. ما في مطالب. حدا بيعرف ليش علقانه؟ حدا بيعرف هذا شو بده وهذاك شو بده؟ في فريق بيساعدوه السعوديين، وفي فريق بيساعدوه الاماراتيين. الاماراتيين هن اللي بيدعموا الدعم السريع. ليش ولعت هلا بالسودان بهذا الحجم؟ عمليا بعد هذا الموضوع فات الموضوع على بالحسابات الامريكيه على موضوع تاثير السودان على موضوع روسيا وعلى الوضع بافريقيا، التوتير اللي جاي اللي بدهم اياه الامريكان بافريقيا لحتى يخربوا الشيء اللي اسمه المواد الاوليه، مركز المواد الاوليه اللي عمال يستفيدوا منه الصينيين والروس، لانه المواد الاوليه اللي موجوده اللي لها علاقه بالليثيوم والسيليكون هذا مسيطره على استثماراتها الصين كلها بافريقيا وماسكتها الصينيين، ومشان هيك عم زعبون للاوروبيين ما بقى في هذا. فعمليا صاروا قدام نموذج اعاده تفجير الاوضاع بافريقيا، مشان هيك شفنا انقلاب وشفنا مظاهرات بلدان وشفنا هلا الحرب بهذا. في محاوله مش كتير عم تنجح، بس في محاولة لافتعال حروب هلا طبعا الوجه البشع، أبشع وجه موجود بالمنطقة بيستخدموه الأمريكان لعمليات يعني التفجير والمؤامرات والهذا، هو الإمارات العربية المتحدة. عمليا عم يقدموا النموذج هذا ليقولوا لتبرئة الإجرام الصهيوني من انه اجرام حاله خاصه مرتبطه بالحركه الصهيونيه بالعالم. وطبعا الدعاة لهذا او منفذين هذا المشروع هن الاكثر حمايه للامريكان، هن الاكثر دعم للامريكان، هن الايد الثانيه للصهيوني بالمنطقه اللي هي الامارات العربيه المتحده.